انا امها. قول له قول له حماتك ده هي قصرت معاك في حاجه؟ ما سبتهاش تربي عيالها الثلاثه ليه؟ طب ما كنت تطلقها وسيبها لعيالها. طب قول له قتلتها ليه والنبي لسه. الله يرحمها. القصة دي قصة سيدة بنت صغيرة اتجوزت في بيت العيلة، وكانت كاتمة في نفسها، ما بتحكيش لجوزها على المشاكل اللي بتقابلها، وما بتعبرش عن استيائها، وهي مستاءة جدا جدا. وكان أهل جوزها هي بتكرههم وما بتحبش كمان جوزها، ومتضايقة من حياتها. لما جوزها، أنا قلت قبل كده إن المفروض تحكي لجوزك كل مشكلة بتقابلك أول بأول علشان يعرف إيه اللي مضايقك. هي جوزها فاكرها تمام ومفيش مشاكل، جه بدل ما بتحكي له بتكتب مذكراتها، جه قرا مذكراتها، قرا قد ايه بتكرهه، قرا قد ايه بتكره اهله. فحصل اللي حصل وطلع، وكان اهله تحت، يعني هو قاعد معاهم. طبعا مامته عملت الواجب وقومته عليها جدا، فطلع اتخانق معاها، وهو بيتخانق معاها قتلها. لما انا قلت قبل كده ان في حاجه في الجواز اسمها المشاكل المسكوت عنها، انك انت تبقي بتتحملي المشكله او هو بيتحمل المشكله وساكت ساكت ما بيعبرش عنها، الطرف التاني يعرف منين؟ الطرف التاني يعرف منين انك متضايقه او كده، علشان يهون عليكي او عشان يغير من ده. بدل ما كنتي تكتبي في مذكراتك كنتي تواجهيه، كان لازم تواجهه. لان للاسف احنا بنوصل للمرحله دي دلوقتي مش في بيوت المجرمين وقتالين القتله، بنوصل ليها في بيوت ناس محترمه، تقول لك ده والله طول عمره كان شخص محترم، مش عارفين عمل كده ازاي. دي كتيره دلوقتي للاسف. الشيطان بقى موجود في كل بيت مع الناس دي. فالصح انك تواجهي، بدل ما تكتبي مذكراتك واجهي جوزك، واجه مراتك، ايه اللي مزعلك، ايه اللي مزعلك، ايه اللي مضايقك. وانا لما قلت كده قبل كده وقلت ان المفروض اي حد بيواجه مشكلة مع الطرف الاخر، زي مثلا الست متضايقة من حياتها، من جوزها، من اهله، لازم تواجه، لازم تقف وتلاقي حل. ما تفضلش كاتمة في قلبها، كاتمة في قلبها وهو عايش على ان هو عامل كل اللي عليه وكده. لا، تواجهه، تواجهه علشان الواقع ده يتغير، تواجهه في وقت هو هادي فيه، مش تسيبه يقرأ مذكرات فيروح لأهله اللي بيقوموه عليها. والست والدته دي الصراحة يعني فرحتي بقى لما الست ماتت وابنك دخل السجن وولادهم اتشردوا، فرحتي يعني لما قومتي جوز بنتك عليها. يعني صراحة يعني حموات غريبة والله العظيم. اي حد يقابل مشكلة مع الطرف التاني عندك كذا حل. تواجه مراتك، تحاول تحلوا المشكلة. لو معرفتوش تحلوها اتطلقوا. طبعا لما اقول كده بقى الناس بتقولي اتطلقوا، لا اقتلها بقى، يعني اقول اقتلها، ما تتطلقوا. ما الطلاق ربنا حلله احسن مليون مرة من القتل. يعني اذا ما فيش نو واي ان احنا نعيش مع بعض، نقدر نتطلق عادي، مش عيب والله. لكن نحاول نعيش مع بعض، ما قدرناش نتطلق. انما الاوبشن بتاع القتل والاوبشن بتاع الاذية، يعني مين احسن؟